السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم. غادي نشارك معكم بعض الصور او الفيديوهات من الارشيف، نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. بالنسبه للطبله فهي طبله رمضانيه عندي من الارشيف ديال الانستغرام، خديتها وبغيت نشاركها معكم في اليوتيوب اللي ما سبق ليا شاركتها معكم من قبل. هنايا غادي نحضروا اول حاجه لاصوب، مجموعه من الخضر غادي نديروهم في اناء او في قدر مع بعضياتهم، نضيفوا عليهم شويه ديال الملحه وزويته بلديه والبزار والماء ووراق سيدنا موسى، ونديروهم يطيبوا على عافيه مهيله. ندوزو نحضروا محينشات مالحين بالعجين ديال المسمن. درنا العجين ديالنا خليناه يطلق، من بعد قسمناه هكا كويرات صغار، ومن بعد حضرنا الحشو اللي هو فيه بصيله مع فلفله، خليتهم حتى تشحروا، زدت عليهم الصدر ديال الدجاج، زدت عليهم العطريه، ومن بعد زدت عليهم جوج انواع ديال الجبن اللي هما الموتزاريلا والجبن الاحمر. من بعد كناخذ الكويرات ديال العجين كنسرحهم وكنوضع فيهم كميه من الحشو، ومن بعد كنضيف كندردر شويه ديال النشا على الوجه اللي بقى ديال العجين، مع شويه ديال الزيت اولا ديال الزبده. كندور العجين حتى كنحصل على هذا الشكل، وكنلوي على شكل محنشه. ملي كنساليو العجين ديالنا كامل كندهنوه بالبيض وكندخلوه للفران. من بعد ما كطيب الخضار ديالي كنزول اوراق الغار اولا اوراق سيدنا موسى، ومن بعد كنطحن الصوبه ديالي حتى كنحصل على خليط متجانس، ومن بعد كنرجعها على النار مع بعض الاضافات ديال البهارات او التوابل اللي كنفضلو. ندوزو نحضروا لي كريب اللي هما حلوين. كندير جوج بيضات مع قبيصه ديال الملح ومعلقه كبيره ديال السكر، كنضيف عليهم معلقه كبيره ديال الزبده مقطعه رقيق، كنضيف عليهم كاس كبير ديال الحليب وواحد الساشيه ديال الفانيلا. كنطحنهم في الاول باش يندمجوا مع بعضياتهم، من بعد كنضيف ليهم 125 غرام ديال الدقيق الفورس ديال الحلوى. من بعد ما تحصلت على الخليط بحال هذا كندير مقيله سخونه وكنطيب لي كريب ديالي بهذه الطريقه. المهم البنات، هاد الصوبه هادي بما انني ما درت فيهاش لا اللحم لا والو، غادي نقسمها بالقشده الطريه.
هنايا حضرت لاصوص ديال الكريب اختياري، ممكن تحضروه او لا تستغناو عليه وتدهنوه بالشوكولاط ديال الحانوت. هنايا خديت كاس كبير ديال الحليب، درت فيه معلقه كبيره ديال السكر مع واحد الساشيه د الفاني، واحد الساشيه ديال الكاكاو، وضفت عليهم معلقه كبيره ديال النشا. درتهم على النار مع التحراك حتى عقاد الخليط بهذه الطريقه هذه، وطفيت عليه ودرته في واحد الكاس اولا واحد الاناء باش نقدمه مع لي كريب ديالي بهذه الطريقه هذه. هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم اللي شاركت معكم من الارشيف. نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وتعليقاتكم وارائكم، وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده على الجميع. وكنشكركم بزاف على حسن المتابعه. نتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله، نخليكم مع بعض الصور. بسلامه عليكم.